الخطوة الثانية اللي هو النص. الخطوة الثانية النص. طيب نص، أنا أخذت إجازة من الكويت. أول شيء منو كتب النص؟ الحين أقول لك. في واحد مشهور جدا على المستوى العالمي اسمه هاري جريج، اللي عمل فيلم نابليون وعمل أفلام تاريخية كثيرة، هذه المشهورة. هذا من أيرلند، ايرش، شاعر وموهوب في كتابة سيناريوهات. هذا اللي قلت عنه أنه هو ملحد. هو ملحد. جيت وخدت 6 شهور إجازة وسكنت القاهرة، خدت مطارق ورحنا القاهرة. حجزت لهاري جريج شقة عند البالون. تذكر البالون؟ هذا اللي في السيرك، اللي في ايش يسمونه المنطقة هذه؟ الجيزة. الجيزة، اي هني عند عدال الجسر. اخذت له شقة. أول يوم قاعد يكتب، تحط قدامه بطل كونياك ويسهر للصبح. والكونياك شنو هذا اللي يشتريه؟ يشتري محلي، يعني دمار غاز. هذا الشاعر الرهيب هذا، الله يرحمه. طيب المهم الحين هذا قاعد يشرب كونياك عشان يكتب فيلم الرسالة. عشان يكتب فيلم الرسالة. اقول له ما يصير، يضحك. لكن هكذا بالسنين من عمره يقول انا طائما الكونياك عندي كونياك من النوع المحلي، صناعة محلية صعيدية، ما ادري شلون، ما ريحة تمط الراس. طيب تمام. الحين أندى الصبح أمره أدور فيه للأزهار، مناطق الشعبية، أروح إلى المساجد، القلعة، الأشياء الأثرية، أي شيء فيه عن الإسلام أخذ ندور. أنت تبي يعيش الجو.